مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ورمضان كريم. اليوم موجودين في مدينة اسطنبول وراح نعمل جولة ونشوف اجواء رمضان كيف في اسطنبول. هل في فعلا رمضان؟ هل الناس هون صايمة؟ هل في الاجواء هذه اللي بنشوفوها في الدول العربية مثل مصر، تونس، المغرب وليبيا او الجزائر طبعا او لا؟ قبل ما نبدا الفيديو، اذا اول مرة تشوفوا قناتي لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا نبدا حلقة اليوم. لهانا صارمة اللي هي الورق العنب 280 ليرة، 1250 ليرة للكيلو. ولا في رمضان ولا شعبان ولا شيء. نوريكم الأسعار تحسوها أحسن. شوفوا هنا الكباب، الطريقة اللي عملها كان يمشي قدامه وقفله تو باش يكوطوا في 150 ليرة ولا 200 ليرة. قال أنا بنظف لك. هي تمر طبعا. هذه هرمة. جولتنا اليوم راح تكون من كذا منطقة في مدينة اسطنبول، لكن راح نبدأ الفيديو تحديدا من شارع الاستقلال، شارع تقسيم. حنشوف الأجواء كيف في شارع الاستقلال. حاليا الساعة 4، يعني مازال تقريبا 3 أو 4 ساعات على أذان صلاة المغرب. فحنشوف هل المطاعم مفتوحة، هل في أجواء أو لا. طبعا مثل ما بنعرف انه منطقة تقسيم كلها يعني في منها اتراك وفي منها الاجانب، ولكن حاليا بحكم انه رمضان خاصة اول 15 يوم، فتكون نسبة قليلة من العرب موجودة في تركيا. في موجودة ولكن مش بالكثرة اللي متعودين بها في الايام الاخرى. او العرب يبدأوا في التوافد على اسطنبول في اخر، ممكن نحكي 10 ايام او 5 ايام شهر رمضان، في اواخر شهر رمضان حتى يحضروا العيد. ولكن قبل يعني نادرا جدا انك تشوف عرب، تشوف ولكن مش بالكثرة اللي في الايام الاخيرة. شارع الاستقلال ما شاء الله مثل ما شايفين المطاعم تكون اغلبها، مش أغلبها، كلها مفتوحة، خاصة في شارع الاستقلال. طبعا الصيام هون ما تحسش بالصيام، يعني الناس كلها فاطرة. هذا برجر كينج، ايس كريم، المخبوزات. دبش عليكم انا في العادة ما نحبش نطلع يعني في الاكل. هذا الدجاج المشوي، الكفتة، وهذه الأسعار. مش سعر الشوربة 120 ليرة. لهانا صارمة اللي هي الورق العنب 280 ليرة. طبعا انتم حابين تعرفوا حتى هو الأسعار في تركيا هل في 2026 تغيرت أو لا؟ عملت فيديو خاص عن الأسعار في تركيا، كيف صارت وكيف كانت وكيف صارت بين 2025 و 2026. هلا شوفوا هذا سوتيش من أحسن المطاعم في تركيا. هذه الأسعار. الإسكندر كباب عنده 595، الأضنة 690، الأورفا 690، يبرق سموع 280، الإشلي كفتة 220. سوتيش من أحسن المطاعم، في عنده كذا فروع من بينهم اللي في تقسيم. نواصلوا جولتنا يا جماعة. الفيديو اللي نزلناه بيحكي فيه الأسعار بالنسبة للمواصلات، المتاحف، لأنه كلها تغيرت. لو في تركيا الأسعار سنويا تتغير، أحيانا مش سنويا. اليوم في ماتش لجلطة سراي، الأجواء هنا ممكن عاملين تخفيضات. سعر الصرف للدولار 43.2 واليورو 51.10. دائما شارع الاستقلال، ديما نقولها الناس اللي تابعه فيديوهاتي تعرف اللي شارع الاستقلال الأسعار الصرف فيه تكون نازلة مقارنة بمنطقة بايزيد ومنطقة أكثر رخص. فالاسعار تتغير من فتره لفتره، يعني احيانا يعني اسعار المواصلات في السنه تتغير مرتين احيانا. هذا عمكم حافظ مصطفى اكيد عنده فرعين او ثلاثه، يمكن 3 فروع. نعملكم جوله وتشوفوا اسعار الحلقوم واسعار البقلاوه. هذا اسعار الحلقوم
لا الحلقوم مش حاطين السعر. 1250 ليرة للكيلو. طبعا الحلقوم راهو جودته تختلف كليا عن الحلقوم اللي تشوفوه في منطقة مينونو. هنا عندكم الشوكولاتات، شوفوا هذا حتى هذا كثير حلو. هذه كلها الحلويات. هذه سعرها كم؟ 2250 ليرة على ما أعتقد. هذا الشاي 1950 ليرة. في عندهم أشياء حلوة لادي. خلينا نشوف البقلاوة. أنا أفضل حاجة نحبها من عند حافظ مصطفى هم الكيكات. نرجع بعد على الكيكات. وهذه البقلاوة مش حاطين السعر. هذا يعلن السعر ولكن مش حاطين السعر. هاي الأسعار. هذه الحلويات اللي عندنا. وهذه حلويات حاليا كثير مشهورة في شهر رمضان. حلوياتهم هي أحسن شيء. أنا هون. هو هون. مرحبا. هذا مطعم المدينة. خلينا نشوف مطعم المدينة. ما فيش إفطار. قادم لي حمص. الحمص فقط 820 ليرة. الشوربة 190 ليرة. الكباب 4 أشخاص 5700 ليرة. الصارمة اللي هي ورق العنب في الفرن 1350 ليرة. السمك 2160 ليرة. طبعا هذا مطعم المدينة اللي هو كان أظنه مدينة يو إسكندر صاحب شيء مشهور يا كان صاحبه براك وبعد من براك صار الأبوه. فهذا لوالده مطعم المدينة. براك حاليا فتح في جنب وادي اسطنبول. هذا بيقولوا هالك دونر. لما تلاقوا كلمة هالك، الهالك يعني كل ما هو تبع يعني فيه دعم من الدولة يعني شوية. فالأسعار تكون أحسن من أماكن أخرى. نوريكم الأسعار تحسوها أحسن. شوفوا هنا الكباب، اللحمة. هذه الأسعار. شوفوا كرو فاصوليا 190 ليرة. الدونير 300 ليرة. البيدا 300 ليرة. شفتوا حسيتوا إنه الأسعار يعني حلوة. شوفوا حتى الماء عندهم 20 ليرة. الأسعار هذه جميلة جدا. لما تلاقوا كلمة هالك يعني هيك فيها شوية مثل الإعانة من الدولة. لكن مش عاملين منيو افطار. رح تلاحظوا انه على كما شارع الاستقلال نادرا جدا انه نلقى منيو افطار. اغلب المطاعم تكون مفتوحه عادي والناس يعني فيش منها فيش صيام يعني بدرجه كبيره. شوفوا ما شاء الله بالرغم الطقس بارد جدا. درجه الحراره حاليا 6 ولكن الشارع مليان. في نفس الوقت بحاول دائما اغتنم الفرصه ما دام طلعت يعني بحاول نصور لكم كل شيء بخصوص الاسعار لانه بعرف دائما تتساءلوا على الاسعار. راح نشوف فودافون كم صار السعر بالنسبه للخطوط خطوط الهواتف. هذه عنا هون فودافون. راح نشوف كم السعر. هذا كثير مشهور. تعالوا نشوف قبل من هذا المشهور. bu abu. مش عارفة مين هذا. هنسأل زوجي أنا راني جايبة شوية. كيم بو؟ مش عارفين من هو؟ Yardım et Galatasaray. Yardım et. Yardım et. Yardım et Galatasaray. Yardım et. هذا مش عارفة من هو. Yardım et Galatasaray. Yardım et. Yardım et. Yardım et Galatasaray. Yardım et. Yardım et.
yardım et Galatasaray. في حتى onun şey meşhur ama canlı orada canlı atıyor. Eskiden geldi. يلا نكمل جولتنا مش عارفة ايه على كل واحد كثير مشهور يمكن عنده أكثر من 20 مليون على اليوتيوب. في نفس الوقت شوفوا هذا الأسعار، لكن بالنسبة لهذه الأسعار للأتراك اللي تشوفوها هكا ماهيش للأجانب. الأجانب الأسعار من 2000 ليرة 1500 ليرة. يلا نكمل جولتنا. شعلوها الدنيا. هون عندكم تاريخ بيقول وشوكولاتة. هذه مقلاوة مادو، حتى مادو عندها مقلاوة حلوة يا جماعة. الأسعار تختلف. خلينا نشوف كيلو البقلاوة بكم. ما هو ما بيبيعوش بالكيلو، هما شكلهم بالحبة، لكن هذه أسعارهم. المشكلة شفت المنيو ما يحطولكش بالإنجليزي أو بالفرنسي أو بالعربي، يعني نادرا جدا إنك تلقى مطعم يحطك الأسعار بلغة أخرى، فبحيث إنه ما تفهمش يعني الأسعار. هون عندكم أسمر شيف، دايما مذكور لي أسمر شيف اللي هو تبع المكرونة. هذه أسعار المكرونة 420، البيني 545، مارغريتا 510. هذا مبين فيهم انه طريق كامل هكا. المشكلة انه معاه بودي جارد، مش عارفة ايش يعني بهالدرجة. بدنا اظن بودي جارد. اسمع نسأل في زوجتي قلت له هو علاش عامل معاه بودي جارد؟ مش للدرجة هذه. قال لي بودي والله الماسك ديما والله يبان زيهم ها، حتى فما واحد يشبه لايلون ماسك. قال لي يا اخي البودي جارد ب 2000 ليرة. هو في بالك انت ما انت حاجة كبيرة؟ المطاعم كلها خرجت حصير شكون هو هذا، وكاميراوات ودنيا وبودي جارد هيك شعرها اصفر. تركيا والله بلد العجائب والله. باين انه فما ماتش كبير برشا اليوم نتاع جالاتا سراي. ها؟ Para mı veriyor? Ne bedavası? Anlamadım. Türkiye'de çok değişik ya. Her şey ve öyle bir şey garip çıkıyor. Hemen meşhur oluyor. Gerçekten. Ha. هون عندكم سراي محلبجي، محلبجي. عنده أي بطاطس، عنده الصالب، عنده الكنافة. جلاش حلويات عنده خاصة محل هذا، عنده البقلاوة، عنده حتى رمضان بيدة. هذه البيدة اللي هي مشهورة جدا في رمضان، يعني في تركيا، مش في تركيا، في اسطنبول خاصة ياكلوا تلقى كامل بيدة. حتى السميد يعني فقط العربيات اللي تشوفوها برا الفرن نادرا جدا تلقى فيه سميد، كل شيء بالبيدة. يلا نكمل جولتنا. احنا طريقنا كامل مع عمكم هذا، والله ما عرفت شكون هو. تصير في تركيا تجي عبد عادي تخرج بدو بودي جارد تصبح شخص مشهور. هذه فلو وان ستريت ولمبرجاك يظهر لي صاروا كلهم مع بعضهم. شفتوها؟ هون في حتى اوتلت، راهو فيها اوتلت. شوفوا انا نشوف الناس تصور والله ندخل معاهم، ندخل معاهم في الجو. شكله فيه شيء مش عارفه شو هو والله. شوف شنو فيه، ليش جايين هذا؟ الله اعلم. شكله فيه فيلم، القاعة حلوة.
ايش هي؟ ايش في يا جماعة؟ الله أعلم. إنه سينما. أخيرا وأخيرا يا جماعة لقينا مطعم عامل إفطار منيو. أشوفوا الإفطار منيو كم سعره عند أوتنتيك أناضولو يمكلري، وهو بصراحة من أحسن المطاعم. لا مش هذا إفطار منيو، yeni menü yapmışlar sadece. Türk kahvesi 200 lira عندهم. الجزلمة 350. في الانترنت عاملين افطار منيو لكن برا مش حاطينه. بصراحة من احسن المطاعم. انا جربت عندهم البيتي كباب. بيتي كباب كم سعره؟ عضنا كباب 750. الأورفة كباب 750. وبيتي كباب وينه؟ مش موجود، لكن كان كتير حلو. فما حتى هذا الشيف تي بي سي 1400. يلا نكمل جولتنا. فكرت رح نشوف افطار منيو ممكن تاخدوا فكرة على الاسعار، ولكن مثل ما شايفين ما فيش افطار منيو. اذا بتتسائلوا هل في تخفيضات حاليا في تركيا او لا، في تخفيضات، يعني تخفيضات بدأت بشهر 2 بدأت تخفيضات على الملابس الشتوية. هون عندكم الكومبير. الكومبير يا جماعة سعره 300 ليرة على ما اعتقد، نفس اللي موجود في أورتاكوي. عندكم الإتشلي كفتة سعرها 100 ليرة، وعندكم التشبرك سعره 90 ليرة. هذا أكثر محل معروف في المنطقة هذه بالإتشلي كفتة، يمكن هو أرخص شيء ممكن تاكلوه في منطقة تقسيم هو الإتشلي كفتة سعرها 100 ليرة. طبعا عند يوسف كفتاجي يوسف 3 حبات من 120 ليرة ويجي معها بطاطا. الأسعار في شارع الاستقلال دائما تكون مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى. هنا عندكم حلقوم. هذا أسعار الحلقوم في كوسكا، رغم أنه كوسكا كماركة منحسهاش اللي هي جودتها جيدة، لكن هذه الأسعار 575 1450 على حسب النوع. وهذا الأربعة 598 نفسهم تلاقوهم في السوق. راهو تلاقوهم في السوق 300 ليرة. وهذوك اللي بداو معبين زيدا حتى هما ما ننصحش بيهم. جراتيس يا جماعة في العادة تكون عندها تخفيضات كل يوم جمعة. جراتيس كل يوم جمعة في الأغلب بتكون عندها تخفيضات. أسمر شيف هو عنده، لكن هنا عنده رمضان منيو 350 ليرة. شوفوا والله يبي رمضان منيو فيه كوريلي صوص لو طابوق سلطة طازة ماكارينا. والله سعر جيد عند أسمر شيف. عندكم بولتشي شوكولاتة، عندكم بايولو شوكولاتة وبولتشي شوكولاتة. هذه بولتشي شوكولاتة هن نفسها يدول بايولو، عندها شوكولاتة يعني تركية حلو. طبعا الناس اللي عايشة في سويسرا واللي عايشة في أوروبا أكيد بتحسوا الفرق بين الشوكولاتة اللي عندكم جودتها واللي في تركيا. لأن أختي قد ما نجيب لها شوكولاتة ديما لا هذه مش شوكولاتة، هذه ماء وسكر. محل البطاطا موجود لهنايا باسم باتاتوس. هو شوفوا الأسد اللي عاملينه كل مرة يغيروا المجسم. هذه سعرها على ما أعتقد 300 ليرة البطاطا. يعني إذا مثلا أنتوا جايين على اسطنبول وعندكم وقت قصير، يعني حتى تبقوا في يوم أو يومين ومتقدروش تروحوا على منطقة أورتاكوي، برغم أنه منطقة أورتاكوي بحسها من أهم المناطق، فممكن تجيوا على شارع الاستقلال وتاخذوا بطاطا. وإذا حابين تعرفوا كيف تقضوا 24 ساعة في اسطنبول، ولا عندكم 24 ساعة إسكال ورايحين على مدينة أخرى ومش عارفين كيف،
ففي فيديو على اليوتيوب، على قناتي في اليوتيوب، كيف تقضي 24 ساعة في اسطنبول. هذه الأجواء من شارع الاستقلال. كما شفتوا ما فماش قوة صيام يعني، ولا قوة رمضان، ولا خلاف انه شوية مزينين الشارع مثل العادة فقط. يعني أكثر مناطق فيها أجواء رمضان راح أحكي لكم إياها بعدين. في 4 مناطق فقط في اسطنبول تحس فيها أجواء رمضان. وانا نمشي في الشارع شفت هذا المكان هكا جلبني المكان، بين فيه انه فيه حاجات حلوة، كأنه عندهم صابون على ما اعتقد. شوفوا صابون او شيء من هذا القبيل. الريحة ما شاء الله، شو الريحة ما شاء الله. صابون صابون أكتر. هني كلمة ما جات شو توجعت. واو هذا كله صابون. قلتنا يا جماعة هون عندكم طابوق دونر 375 ليرة. شوفوا الأزهار ما شاء الله، الورد لأحلى المتابعين. كوسكا في عندها كثير محلات في شارع الاستقلال. قد ما نمشي فما محلات متاع كوسكا جراتيس. هذا أحسن محل عندي، نحس هذا أكبر واحد، وعاملين تخفيض 70%. كما نقول لكم أنا اسطنبول مدينة الإبداع مش عادية. شوفوا محلاهم يضم لماجنيت، عاملينهم كيسة شاي، عاملين الكيس اللبن هذاك شو اسمه هو، عيران، كيس العيران، السميت. هنا عندكم المصر ومحلاهم. أسعارهم غالية شوية، 250 ليرة. شوفوا حتى البقلاوة 250 ليرة، لكن محلاهم. عند برشا حاجات محلاهم. هذا الهدايا، القطط هذوما زادة 1100 ليرة. اللوحات هذوما محلاهم، الناس اللي تحب اللوحات. أنا وين أنتم؟ هنا غلطة ميبلان إيه شوفوا عمتكم القطة محلوة. مرحبا. احكي لهم يشتركوا في القناة. كيف الأحوال؟ كيف رمضان معك؟ رمضان كيف معك؟ خلاص. طب شو طبختي اليوم؟ بوريك؟ ما ردتش علينا، نبين انها في قيلولة يا جماعة. شهية طيبة. باين انه القطة صايمة اكثر من الناس، لان القطط صايمة اكثر من الناس. حاسين احنا نمشي في الشارع اليوم حكم انه ايران وامريكا بدأوا الحرب، فتسمع كان ايران بوريون. الله يستر يا جماعة، الله يستر. وعرفت كل ما نخططوا انه اول ما بدينا تخطيط انه باش نطلعوا على دولة اخرى وباش نكتشفوا دولة اخرى، تقوم حرب. كل ما نجيو هكا باش البارح قلت نشوف تيكت الطيران وكل شيء على اساس باش نظم برنامجي بشهر 4 تكون عنا طلعة على دولة اخرى. وبسمع كان اليوم إيران ضربت الدول العربية، فالواحد يخاف إنه يشتري التيكت. وسندويش السمك وصل على 250 ليرة يا جماعة. كثير منكم قالوا لي كيف سندويش السمك 250 ليرة، لكن مثل ما شايفين سندويش السمك 250 ليرة. تذكروا سندويش السمك قبل سنة من اليوم كان سعره 150 ليرة. ونفس المكان راهو اللي تحت نحكيها حاليا صار 250، يعني زيادة 100 ليرة كاملة. 250 كم يطلع 5 يورو تقريبا. حاليا نحن في نزلة برج غلطة، نشوف أجواء في برج غلطة وبعد نكمل على نشوف التمر ونشوف أجواء في منطقة إيمينونو. كاراكا ما فيهاش ولا شيء، لكن إيمينونو حلوة. شوفوا إيمينونو، هذه نزلة برج غلطة.
ذكروا الفيديوهات قبل ديما شو نقول لكم، خليوا النزله، خليكم انتم جايين من تقسيم وبعد نازلين على تحت. اذا بتعملوا العكس تتعبوا كثير لانه كلها صعدة، عرفتوا؟ وصعدة خاصة اذا كان معكم اطفال، اذا كان معكم كبار في العمر فتتعبوا. من المستحسن انكم تعملوا العكس، انكم تطلعوا من تنزلوا في تقسيم، ومن تقسيم تهبطوا مشي على برج غلطة وبعدها كاراكول. وإذا حابين مثلا من تقسيم من غلطة ترجعوا على لالولي أو هاي الأماكن، في عندكم المترو ام رقم 2 في محطة شيشان. الموضوع يكون سهل. يمكن أنا أكثر واحدة سهلت عليكم اسطنبول. إذا مشاهد قناتي ومشاهد فيديوهاتي أكيد راح يجيك كل شيء سهل في تركيا. نيغوتشي كوتو. نروح من هذا الجانب، هذا برج غلطة. الأجواء المطاعم طبعا مثل ما شايفين، مطاعم فل ما شاء الله، صايم فاطرين رمضان اخوات الشيطان. على فكرة في ناس مثلا من العرب، والله في ناس من العرب تجي في تركيا وتفطر، لما نشوف هيك الناس فاطرة تفطر وبعد ترجع على بلدها تظل تسب في الأتراك والأتراك فاطرين، وهو أصلا تلاقيه هو نفسه فاطر متحمس، يعني يشوف الفطارين يفطر معاهم وبعد يروح على بلده. في منيو افطار، لا هو صارت بين ما توقعش انه عنده افطار، لكن خلينا نشوف الاسعار عنده. ورغم انه حسيته نزل كثير، هذا مبين فيها اخضر واحمر للكريسماس. هذا ما نغزلوش يا جماعة، لكن الجوسي برجر دبل 1300 تقريبا. انا حسيت انه نصرت fakat الوحيد اللي ظلت أسعاره مثل هي Nusret sanki aynı fiyat durdu. Değil mi? Çok yükselmedi gerçekten. الأسعار ما طلعتش عنده يعني نفسها مثل قبل. هو أصلا أسعاره كانت غالية وظلت بنفس السعر. هون عندكم المصر والكستاني. هذا برج غلطة çok sıra var. هذه فيانا كافيسي وهي الكافيهات. ولا في رمضان ولا شعبان ولا شيء. شوفوا هذا الشارع نفس الشيء. Kaç metre? Bilmiyorum. Kaç metre? 63 mü? 63 metre. Bakıyorsun internetten mi? Sonra yanlış çıkıyorsun ha? نكمل جولتنا يا جماعة. برغم اني انا بديت ندوخ الحق، انا في رمضان ما نجوعش سبحان الله، مع اللي الطقس بارد. واي بقى 63 متر. ولكن كي تمشي برشا وقتها تتعب هكا وتحس ريقك شاح شوية كهو. Ne kadar burada? 250. هذا ساندويتش السمك. سعره 250 ليرة. أنا من الناس اللي ما تحبش السمك في رمضان، يعني كل شيء ولا السمك ما نحبوش في رمضان أبدا. الطريقة اللي عملها، شوف الفيديو الطريقة اللي عملها كان يمشي قدامه ووقف له تو باش يكوتو في 150 ليرة ولا 200 ليرة. قال أنا بنظف لك.
سينصب عليه نصبة هي كنت from أنقرة from أنقرة بشيء. عرفت هو يمشي وعمل روحه طاح قدامه هكا، طاح قدامه وبدا يعمل في صباطه هذاك. تو باش تصير له منين ضرب رجلك انقص اقل شيء 200 ليرة. تو باش يقوم يقول له $200. جينا جي ولا ما جيش؟ سنة في انه باش يجي. طريقة هذه اللي يعملوا فيها يا جماعة، تسمعوا فيه نو فيديو لأنه هذه طريقة السرقة عندهم. أنا مش راح أترك الكاميرا لحد ما نفوتوا نشوفوا إنه يجينا ولا لا. لازم نمسك الكاميرا. ما يجيناش الحمد لله، عديناها. الأجواء هذا الدرج المشهور، الدرج المشهور هذا اللي هو كوموندو مارديفن ليري. هذا ورا قصة حكيت لكم عليها قبل، كيف انه الدرج هذا عملوا كوموندو لابنه. قال تصور فيه اعطيني فلوس، كل شيء بالفلوس في اسطنبول. قال مادام صورتني اعطيني فلوس. اكثر شارع مشهور هذا بيجي يصوروا فيه. شوفوا هذا جايين يتصوروا فيه اللي هو شارع البنوك. هنا عندكم إلترس كافيه صار عندها كثير فروع في تركيا، مش عارفة كم فرع في اسطنبول طبعا. شوفوا الماركت القهوة يعني مش نفسها في اسطنبول، نفسها في مدن أخرى. مثلا إسبريسو لا ما تلاقوهاش في طرابزون، يعني تلقاو ماركت أخرى. عرفتوا حتى نفس الشيء لما مشيت على أنطاليا ما كانش فما نفس الماركت اللي موجودة، الكافيهات اللي موجودة اللي في اسطنبول مش نفسها اللي موجودة في أنطاليا. هذا شارع البنوك من أجمل الشوارع. لكن يا جماعة ديروا بالكم الحركة اللي يعملوا فيها. راهو كان وقف قدامك واحد، كان سألك واحد، كان اهرب. انا سقي يقول له لا ومستحيلة انك تعطيه لا فلوس ولا تقف له. اهم حاجة انه ما تقفش معاه وما تخوش وتعطي معاه في الحديث. حتى لو كان جيك يحكي بالعربي ويقول لك انا من ليبيا وانا من تونس، ولا انا رايح على ليبيا مثلا. هذه الحركة يعملوها برشا، انا رايح على ليبيا. انا بحكم اني نمشي نترجم في المراكز لما تصير مشاكل مثل هكا نمشي نترجم، فصرت نعرف شنو المشاكل اللي يصيروا للسياح وكيف طريقة النصب. يقولوا مثلا انا ماشي على ليبيا، ويبدا هكا بشويه يقول له اللبس هذا حلو وتختار معايا، يبدا هو يختار معايا مسكين واحده بعد يقول له ممكن توريني العمله اللي في ليبيا يعني كيف بتكون عملتهم، لاني ماشي ليبيا ومش عارف كيف العمله. فانت في هذيك الوقت شو هو قاعد يعمل لك في تنويم مغناطيسي وانت عيونك مفتوحه ومكش داير. فانت تعمل تمشي تعطيه، تمد له الفلوس، تمد له العمله بتاع ليبيا، وهو يشوف الفلوس اللي عندك. بعد ما يشوف الفلوس اللي عندك شو يعمل لك؟ ينصب عليك وياخذك الفلوس وفي لمحه البصر. راهو الناس اللي تخدم خدمه هي هذه عندهم ناس برو، يعني ناس نصابه، ممكن نحكي حتى سحارة. فردوا بالكم وراهم ما تلقوهمش لا بالكاميرا ولا بغيرها. يعني حتى لما بعد مشيت للمركز شرطة وسألت وهكا حبيت انك ترجع، خاصة الفلوس مستحيل انها ترجع. الشيء الوحيد اللي يرجع هو الايفون، وإلا في حال انك طلبت محامي وقعدت تدور. يعني مثلا ايفون مهم جدا وفي شغلك وكل شيء. المصاري اكثر من $10,000 والله صعب جدا انه تتحرك لك لا شرطة ولا غيرها. على كل وانا نحكي نزلنا على كاراكوي. تذكرون شارع الشمسيات اللي كنا نحكي عليه دائما، اللي هو الشارع هذا كما شايفين. الشارع
عاد فيه ولا شمسية. في ناس كثير ربطت الموضوع بقصة الطقس. يا جماعة مش قصة طقس ومش قصة انه عواصف ولا شيء. الباين انه الالوان الموجودة في الشمسيات تشبه كثير الالوان المثلية، وبحكم انه في قانون صدر في الفترة الاخيرة انه كل ما هو تابع المثلية في تركيا بيحاولوا انه يعني يمسكوا الموضوع، عرفتوا؟ فكل ما هو شيء تابع المثلية يحاولوا انه ينحوه من بينهم الشمسيات هذا. فالاغلب هذا هو الموضوع، لاني سألت كثير. فالموضوع مستحيل ان يكون بسبب الطقس او بسبب انه عواصف، لانه الشمسيات ما كان فيهم ولا شيء. حاليا نحن في كاراكوي، رح نمر من جنب مطاعم السمك، يعني من جنب الجسر، ونطلع على هانجي بابور، ونطلع على منطقة ايمينونو. هذه بالنسبة للميدنز تاور اللي هو برج الفتاة كيتكوليسي. السعر للدخول هو 35 يورو. الجلطة والواحد 63 يورو. من هون يدخلوا على برج الفتاة. عرفتوا البطري لما يبدأ ينزل يمشي وينزل يمشي؟ أنا شوية هيك ونطلع لكم في الأحمر. تلمو تعبت من تقسيم لحد كاراكوي وما زلت من نمشي لحد الجهة الأخرى. طبعا المطاعم هذه كلها تكون مفتوحة، مطاعم السمك. ولكن تكون فارغة شوية. طبعا اسطنبول يا جماعة يعني الناس تشوفوها كلها في منها الأتراك يفطروا يعني عادي جدا، ولكن في نسبة كبيرة من السياح، من الروس، من الأوكران، من الأوروبيين. فاسطنبول ما فيهاش، في ناس تفكر إنه اسطنبول فقط يزوروها العرب، وهي لا، يعني يمكن حتى الروس أكثر من العرب. هذا مطعم السمك هنا، ساندويتش السمك 200 ليرة. مطاعم طبعا أغلبها فارغة، ما فيش منيو إفطار يعني حسب ما شفت إنه ما فيش منيو إفطار. على فكرة يا جماعة قاعدة نفكر إني نعمل لكم حلقة خاصة بالمطاعم اللي تكون فيها أسوأ تقييم على جوجل مابس. هذا اللي قاعدة نفكر فيه الأيامات الجاية. طبعا إذا كان عندكم تجربة سيئة في المطاعم في اسطنبول، يا ريت حطوا لي في التعليقات اسم المطعم حتى نزوره ونقيمه نحن بنفس الوقت. رمضان أبي yemek. هذا هم المطاعم مثل ما شايفين، ما فيش قوة سياح وراه جبدوها. ما فيش قوة سياح. والله عم الشيخ هوكا فاطر غادي باللحية حاجة، والله عم الشيخ لحية وعرقية فباكش عنده عذر. هو شوفوا يا جماعة، والله أنا الشيء الوحيد اللي ما تقبلتوش يعني في تركيا إنه تكون متحجبة وتدخن وتفطر في شهر رمضان وعلى المباشر. يعني هذه أكثر شيء ما قبلتوش، يعني إنها تكون متحجبة وفترة رمضان وهيك على المعلى، حتى لو كان عندك عذر يعني يكون بالسترة. فأنا هذا الشيء الوحيد اللي شخصيا ما تقبلتوش. الباقي الكل عادي، الباقي عادي يعني ما كأنك في دولة أوروبية، ما فيش فرق. سوري نالد dublaj mı yaptın? Orada şey bak, askerli şey yapmışlar. Askerli çadır galiba. Bak orada. Ha? Küçük tekniği orada. تركيا يظل يتحضر للحرب العالمية الجاية. وبحكم انه دائما في
في المطاعم هذه اللي تحت تصير مشاكل في الأسعار، فحاطين هنايا as the Galata Bridge Association Management we have designed to improve standard menu prices. Our standard menu prices are valid at all of our business. In the event of any trouble, you can contact the relevant association and association management. وحاطين جو غلطة، يعني بالمختصر المفيد انت لما تروح على هاي المطاعم بيعطوك منيو، اذا ما عطوكش منيو اسألهم على منيو، اذا حكولك انه ما فيش منيو تحمل حالك وتطلع تتواصل مع هذا، يعني تقدم شكوتك. في حال انه عطوك المنيو كان السعر بعد ما طلبت السعر، يعني لما يجيت تخلص طلع لك السعر اغلى، هون مباشرة تتصل على 150 يظهر لي اللي هو بيساعدوك. فأنا من نصيحتي لما تيجوا على هاي المطاعم شوفوا الحركة السيئة اللي يعملوها هم. مش أنت طلبت سمك وطلبت المنيو يجيك السمك وبعدين يجيب لك ميزة، هاي الميزة أنت بفكر إن الميزة هذه تابعة المنيو، هو لا، أي شيء يتحط إكسترا يعني خلف السمكة اللي أنت طلبتها أو سندويتش السمك بيكون إكسترا وبيكون سعره غالي وأنت ما عندكش خبر وحتى في المنيو مش موجود. فهذه الحركة يا جماعة كما قولوا بالتونسي ردوا بالكم منها، لأنه فعلا حركة سيئة جدا، وأغلب المشاكل اللي بتصير من حركة هذه المطاعم هذه، مش المطاعم هذه برك، حتى برشا مطاعم راهو يعملوها إنه يجيب لك منيو وانت تشوف مثلا سلطة وسمكة مع بعض أو كباب، وبعدين ينزل يجيب لك هيك طاولة يكون فيها ميزة متنوعة، يعني من الياغورت من ما شنو بطلاجين أشياء مثل هذه، أنت تبدأ تختار، ما يحكيلكش إنه راهي هاي إكسترا، لما أنت تسأله مثلا هاي إكسترا، لما تيجي تدفع الفاتورة تلاقي حالك دافع أقل شيء 500-600 ليرة إكسترا في شيء آخر اللي هو 10% اللي كانت المطاعم تحط فيها، حاليا 10% هذه نزلت وارتحنا منها الحمد لله. وهنا عندكم أجواء السمك ما شاء الله، برغم أنه تقريبا من زي ساعتين على إذن صلاة المغرب، ولكن شايفين أجواء صيد السمك. طقس بارد يا جماعة، بارد اليوم، مفيش سمك، مفيش قوة سمك، كلها فارغة، أغلب الأسطلة فارغة. شوف الجامع محلي، في الجامع هذا محلي، يعني الجامع اللي في إيمينونو. حاليا طلعنا على هاي المنطقة اللي هي وين فرام ياك والله يميدر ياك سبيرين سندي هذا أيه. هنا عندكم اللقمة وسندويشات السمك. كنا حكيت لكم إنه الشيء الوحيد اللي منشتهيش في رمضان هو سندويش السمك. شوف المطاعم ما شاء الله فل، هذه كلها فطارة رمضان. نطلع من هون على الجهة الأخرى. شوفوا الأجواء في إيمينونو. في إيمينونو فما خيم راهو للإفطار. شوفوا مع بعضنا. يجينا على منطقة إيمينونو. هنا عندكم السوق المصري، هنا عندكم أجواء رمضان، أجواء التمور. هنا عندكم الخيمة. نشوفوا أسعار التمر عندهم. شوفوا أسعار عندهم كل أنواع التمر.
تونس. مرحبا. لوكس قدس. الهرمة هي تمر طبعا. هذه هرمة. هذا أنا مكاني المفضل بصراحة لما نحب نشتري حلقوم نشتري أي شيء. الناس هذه عندها أخلاقها طيبة. قدس هرمة. هذه الأسعار. بالنسبة للتمور بنعرف إنه تركيا ما فيهاش تمور. يمكن الشيء الوحيد اللي مش موجود في تركيا هو التمور. شوفوا هنا ما شاء الله تمر القدس 600 ليرة. الحلقوم هنا 170 ليرة. شوفوا 170 ليرة. في الأغلى طبعا. هون عندكم الخيم الافطار. في خيمة الافطار في الجهة هذه هيك. عندكم الجبنة السجوك. الناس تجي هيك تشتري من هنا. شوف كارس اسكي كاشر 500 ليرة. الألذ جبنة هي اللي من كارس بصراحة. عندهم جبنة ولا أطيب. يعني عندكم الجبنة. Buyurun. Yarım kilo alalım. Ezine mi seviyorsun ekşi tatlı? Hadi Merve, hadi Merve. Evet. Gel abla sen gel. İyi işler. البقلاوة. ونحاول نصور لكم على قد ما نقدر تشوفوا الأسعار. طبعا ما يكونش سهل. قدس هرمسة 490 ليرة. هذه المحلات هذه أسعارها راح تكون جيدة يعني مقارنة بأماكن أخرى أسعارها تكون جيدة. هون عندكم البهارات والشاي. هذه كل أنواع الشاي ما شاء الله. التمرة شفتوا لهنا التمر صار سعره 550 650. قدنا تخرج من السوق قدنا يكون أرخص. عندكم كل ما هو ترشو. كل ما هو ترشي موجود لهنا. تمور. هون عندكم السوق المصري. في السوق المصري واحنا اليوم جولتنا راح تتواصل بعد السوق المصري. قررنا اليوم انه نفطر برا. هنشق فطرنا في مكان في اسطنبول. اذا حابين تعرفوا المكان شوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله. تشوفونا وين شقينا فطرنا اليوم. لانه حاليا الساعة 5. صحيح عندي الاكل في البيت ولكن مش راح يكفيني الوقت انه نطلع ونرجع نخرج. ريحة السوق المصري تجوع. بحكم انه ريحته كلها بهارات. الناس اللي تحب البهارات الريحة هنا ما شاء الله. لاحظت الفترة الأخيرة انه الأسعار في السوق المصري نزلت شوية مقارنة بالأسعار في قبل. واصلا يمكن الناس اللي تخاف برشا من السوق المصري من الاسعار اللي في السوق المصري فحسيتهم نزلوا شويه في الاسعار احسن من قبل. هذه الاجواء ما شاء الله. السوق هذايا كما شارع الاستقلال ديما مليان. الناس اللي سالتني عن العيد هل الاسواق تكون مفتوحه وكل شيء، راهو الاسواق اللي البازارات تكون مغلقه يوم العيد خاصة اليوم الأول للعيد. وعندكم السوق المصري زاد يكون مغلق. المولات تفتح متأخرة. عسى أنا نبدأ نصور لكم وفي نفس الوقت نفكر في الأسئلة اللي تجيني. معظم الأسئلة هذه مثلا تجيني على الانستغرام على التيك توك. فنحاول دائما نستغل الفرصة ونجاوبكم على الأسئلة هذه في اليوتيوب. طبعا إذا عندكم أي سؤال ممكن تكتبوا لي تحت في التعليقات ونحاول نجاوبكم.
هذا السوق المصري. حاليا راح نطلع من السوق المصري ونتوجه على شقان الفطر، بحكم انه مازال ساعة تقريبا على شقان الفطر، لازمنا نستعجلوا، بحكم انه حتى شقان الفطر يظهر بشخصتنا في خيمة كان لحقنا. شوفوا هذا محلاهم. على كل يا جماعة هيك نكونوا خلصنا حلقة اليوم. شفتوا أجواء رمضان في اسطنبول، شفتوا الأسعار خاصة في 2026 في اسطنبول. طبعا تحت راح نخليكم لينكات الفيديوهات المهمة اللي ممكن تشوفوها، وإذا حابين تشوفوا وين شقينا فطرنا اليوم أكيد شوفوا الحلقة الجاية إن شاء الله. يلا سلام.